لا تكن مثل بل الذكية المثقفة المستقلة اللي اتقدمت لينا كرمز للذكاء والاستقلالية، وكنا بنحلم نكون زيها، خصوصا البنات. تخيلوها قدامكم في رقصتها البطيئة بالفستان الأصفر وعينيها وهي بتشوف الوحش بيتغير عشانها. شعور السحر احنا كلنا عشناه معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المميزين، عاملين ايه؟ وأهلا بيكم في روك نوليدج. في السلسلة دي لا تكن مثل بنفكك الشخصيات اللي اتقدمت لينا بصورة وردية، ونكشف ازاي بعض النماذج دي ممكن تبقى مؤذية لو اتفهمت غلط في الواقع. النهاردة تاني حلقة معانا، ومعانا بيل، وهنسأل سؤال واحد بس: هل بيل فعلا نموذج لقوة العقل ولا حاجة تانية خالص خايفين نعترف بيها؟ هوس دور المنقذ. بيل ما كانتش مجرد بنت بتحب القراءة، كان فيها نزعة بنسميها في علم النفس هوس دور المنقذ. هي مش بس قبلت تعيش مع وحش، هي شافت في وحشيته مشروع إصلاح. هنا المشكلة مش في إنها كانت طيبة، المشكلة إن القصة قدمت ده كرومانسية وزرعت فينا رسالة خطيرة: لو صبرت وفهمت حبك هيغير الوحش. والنتيجة في الواقع مش قصر وأمير، النتيجة استنزاف طاقة على شخص مش عايز يتغير، علاقة بيتمادى فيها الطرف المؤذي لأنه ضامن إن القلب الكبير هيمتص غضبه، وضياع هوية كاملة لشخص بطل يحلم بحياته وبقى حلمه الوحيد إن الوحش يرضى عنه. اسأل نفسك بصدق، كام واحد فينا ضيع سنين من عمره فاكر إنه الأخصائي النفسي لشريك حياته؟ بيل بكل ذكائها قبلت بوضع الرهينة، وده بيعلمنا إن الثقافة والكتب مش كفاية لو الشخص ما عندوش حدود نفسية قوية. لما العقل بيخدع صاحبه. بيل وقعت في فخ بنسميه التبرير العاطفي، يعني لما العقل يبدأ يخدع صاحبه علشان يتعايش مع الألم. تخيل البداية، الوحش كان واضح: سجن، تهديد، عنف لفظي بيخضها. لكن مع مرور الوقت بدل ما تقول ده شخص مؤذي، بدأت تقول هو جواه طيب، هو بس محتاج حد يفهمه، هو بس ظروفه صعبة. وده خطير جدا أصدقائي المميزين، لأنك لما بتبرر السلوك المسيء بتلغي جهاز الإنذار اللي جواك. الشخص اللي بيهددك أو بيسجن حريتك حتى لو سجن معنوي هو شخص مؤذي مهما كانت دوافعه طيبة من جوه. تفتكر إن بيل حبت الوحش؟ بصراحة ما افتكرش، هي اتعودت عليه لأن دماغها اضطر يبرر الأذى علشان تعرف تعيش جوه القصر من غير ما تنهار. الشعور ده مش حب، الشعور ده بقاء. برج بيل العاجي أو الانفصال عن الواقع. بيل من أول مشهد قدمت نفسها إنها المختلفة، ماشية بكتبها، بتغني عن قد إيه القرية مملة وناسها سطحيين. المشكلة مش في إنها كانت بتقرا، المشكلة إن الاختلاف ده اتحول عندها لاحتكار خفي للناس اللي حواليها، وعزلة مش بتيجي من سلام نفسي، بتيجي من رفض الواقع. ده في علم النفس نوع من النرجسية النفسية. بيل كانت شايفة ان الكتب بتديها حق الفوقية على اهل القرية، وده اللي خلاها تقع في فخ الوحش بسهولة، لانها ببساطة لقت حد مختلف زيها فغمضت عينها عن كونه مؤذي عشان بس ترضي غرورها انها مش زي باقي الناس السطحيين. والنتيجة انجذبت للوحش فورا، مش لان العلاقة صحية، لكن لانهم اتحدوا في عزلتهم. الشعور هنا واضح، الوحدة لما بتتحول لتكبر بتوريك السجن قصر. فخ الخيال. حب بيل للقراءة ما كانش شغف بالمعرفة بس، كان هروب كامل من واقع مش عاجبها. تخيل الكتب المفروض تكون نضارة نشوف بيها الحقيقة أوضح، مش مخدر يخلينا نهلوس بأبطال وهميين.
لما بنستبدل الواقع بالخيال، الشخص المؤذي بيتحول في عينينا لبطل معذب محتاج إنقاذ، والشخص الطبيعي الصحي بيتحول لممل ما يستحقش، وبنضيع عمرنا مستنيين معجزة روائية بدل ما نمسك الفاس ونحفر في أرض الواقع. التضحية الانتحارية. بيل وافقت تستبدل نفسها بوالدها وتتحبس للأبد، وكلنا شفنا ده قمة النبل. لكن من منظور نفسي، المشكلة مش في التضحية نفسها، المشكلة في سرعة القرار وسهولته. بيل دخلت دور الشهيدة كأن قيمتها مربوطة فقط بقدرتها على إنقاذ الآخرين، وده بيجي من قناعة خفية إن أنا ماليش قيمة غير لو بنقذ حد. التضحية الحقيقية بتيجي من شخص قوي عنده خيارات، مش من شخص شايف إن حياته رخيصة. تجاهل الريد فلاجز. لو شلنا سحر ديزني والأساس والشمعدان اللي بيتكلموا، هنلاقي إشارات خطر واضحة زي الشمس. الوحش مش كان بس عصبي، ده كان بيحتجز حرية إنسان، وغضبه غير منضبط. في لغة العلاقات الصحية، ده مش شخص محتاج حب، ده خطر حقيقي ولازم نجري ونبعد عنه. بيل اختارت تغمض عينها عن الأفعال وتركز بس على اللحظات الهادية، وده التفاؤل الأعمى. وفخه إنه بيخليك تعيش في المستقبل، لما يتغير هيبقى كويس، وتهرب من الحاضر اللي هو دلوقتي بيعاملني وحش. مفيش مكتبة في الدنيا تستاهل إنك تضحي بأمانك النفسي عشانها. الخلاصة، بيل مش شخصية شريرة، وذكائها واستقلاليتها حقيقيين مفيش فيهم نقاش، لكن الذكاء لوحده مش حماية من الفخاخ النفسية. والرسالة الأخطر اللي وصلت لنا من قصتها هي: لو حبيت الشخص المؤذي، حبك هيغيره. في علم النفس ده مش بس مش دقيق، ده كارثي، لأن التغيير الحقيقي لازم يجي من الشخص نفسه، بقرار منه وجهد منه. انت شريك حياة مش مصحة تأهيل. بل في الكرتون لقت الأمير، لكن في الواقع الوحش بيفضل وحش إلا لو هو قرر بوعيه إنه يتغير. خد معاك من النهاردة فكرة واحدة بس: الحدود النفسية مش أسوأ، هي احترام لنفسك. وأي علاقة بتتطلب منك تلغي نفسك علشان تحافظ عليها ما تستاهلش تضحيتك. وقولوا لي أصدقائي المميزين، تفتكروا مين الشخصية الجاية اللي هنكسر صورتها الوردية؟ أريال ولا تيانا؟ اكتبوا لي في الكومنتات هتختاروا مين. وما تنسوش لو عجبكم اللي بنقدمه اعملوا لايك واشتركوا في روكنوليدج علشان تكونوا جزء من مجتمع روكنوليدج المتحمس للمعرفة. مع السلامة، ونشوفكم الحلقة الجاية.